كاملين متفقين بلي هذا هو أقذر زمن داز في التاريخ. تجمعوا فيه كاع الكوارث والموبقات اللي كانوا في الأقوام السابقة، المجاهرة بالشذوذ والتفاخر بها، القمار، الزينة، الظلم، خوت كيموتوا كيجوعوا ما قادر دير لهم والو، الفتن في كل بلاصة والمغريات فين ما مشيتي، والحرام هو أسهل حاجة والحلال صعيب. الإسلام كيتحارب من المسلمين كيف كان قال الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله. ما كنظنش كاين شي زمان من مورا هذا اللي حنا فيه، حنا في آخر الزمان. مع هادشي كامل شنو خصك دير؟ واش تستسلم وتمشي مع القطيع، ولا تنجب راسك وتشد في دينك بيديك وسنانك؟ في هذا الوقت القابض على دينه كالقابض على الجمر. الجمره غتحرقك دابا، ولكن هي اللي غتنور لك طريقك غدا في يوم القيامه. غتحس براسك غريب، ولكن راه قال لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: جاء الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. ركز على راسك وصلحها ودعي الله عز وجل بالثبات، وقول كيف ما قال الله عز وجل للعلماء الراسخين في العلم: يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هاد الأدعية خصهم يوليو روتين عندك بكثرة الفتن والمغريات اللي دايرة بيننا وبين الضلال غير شعرة. صبر، راه الأجر كبير، عندك أجر 50 صحابي في كل حاجة درتيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم.